يعني هو بُص يا اسطى، يعني هو بعيدًا عن إن كان في كورة مباراة النهارده أو المنتخب مصر كان بيلعب النهارده في تصفيات أفريقيا إن شاء الله مع منتخب ملاوي طبعًا. هو بعيدًا عن كرة القدم، يعني أنا يؤسفني النهارده إني أقول لك إن إحنا جايين نتكلم في كرة القدم بسبب الأجواء اللي إحنا شفناها النهارده، ولكن أنا بس عايز أعرف سؤال، يعني إيه ده؟ ما ينفع. يعني أنا بس عايز حد من المسؤولين يطلع يكلمنا ويقول لنا إيه الجودة دي؟ يعني إيه اللي كان موجود النهارده في منتخب مصر ومباراة منتخب مصر مع ملاوي في تصفيات أفريقيا، إيه الجودة دي؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ يعني انا عايز واحد مسؤول يطلع يقول لنا، يعني قاره افريقيا احنا خلاص احنا في 2023، يعني خلاص يعني امتى، يعني عايزين يكون في يعني تصوير احلى من كده، ويكون تقنيات القنوات تكون احلى من كده. ولكن افريقيا عمرها ما هتتغير. يعني انا يؤسفني ان اقول لك افريقيا عمرها ما هتتغير، بس لكن انا سؤالي كمشجع، بنتمي طبعا للنادي الاهلي، ولكن ده منتخب بلدي، يعني ده منتخب بلدي لازم انا اشجعه. وخصوصا بقى ان احنا صايمين النهارده وقايمين طبعا بقى، يعني قاعدين طبعا صايمين وجايين نتفرج على مباراة لمنتخب مصر. ولكن ايه الجودة دي؟ ايه الجودة وايه التصوير اللي زي القرف ده؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه التصوير وايه الحاجة؟ يعني انا مش فاهم. انا حتى برضو يعني اللي بيصور، اللي واقف على الكاميرا وعمال بيصور، عمال بيجيب لقطات غريبة جدا 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 جدا. والله العظيم لولا ان الواحد انه صايم النهارده، لا كان فعلا هيفطر، واقسم بالله على المباراة دي. بس انت بقى كمجبر بقى، انت طبعا كراجل وطني وكراجل بتشجع منتخبك، فانت مجبر ان انت يعني خلاص تقف قدام المباراة وتشاهد. يعني انت عايز طبعا الفريق بتاعك يصعد، والفريق بتاعك يكون اول المجموعة، ولازم يعني تشوف الاحداث المباراة، ولكن غصب عنك انت كمشجع لازم تتفرج. ولكن يعني غصب عني، بس انت ما تجبرنيش على الجودة دي. يعني انت حضرتك ما تجبرنيش على ان انا اتفرج على جودة زي بداني. كده. يعني انا حضرتك، انا بناشد المسؤولين في افريقيا عموما وفي الكاف وفي الاتحاد الافريقي. يعني انا مفيش كده. ادينا بنشوف الدول بتتقدم، وبنشوف القارات كلها بتتقدم وتقنيات احلى من كده، وتقنيات حديثه واحسن من كده، وبنشوف مباريات هايله، يعني هايله، وما ينفعش ان انا اشوف مباراه زي كده. يعني انا كواحد، انا انسان لو يعني لو يعني والله العظيم اقسم بالله يعني بدون مبالغه، والله العظيم بدون مبالغه. يعني احنا عندنا هنا، يعني لو في دوره رمضانيه اقسم بالله العظيم وجبت الموبايل بتاعي، انا هصور احسن من كده. يعني احنا عندنا دوره رمضانيه هنا في رمضان، هنا في المركز، يعني لا احسن من كده. انا ممكن اروح اجيب فيديو واجيب كاميرا واجيب والله العظيم يعني هنقل مباراه احسن من كده. ولكن ايه العك ده؟ يعني ناسف حضرتك الانقطاع من المصدر، وفجاه بص تروح للاستوديو التحليلي وبص ايه رايك يا كابتن وائل الجمعه في المباراه؟ كابتن وائل الجمعه لسه هيقول ناسف، نعود تاني للمصدر، وايه ده؟ ونعود للزميل العزيز علي محمد علي، وبعد كده علي محمد علي يخش ما يكملش برضه بقين برضه نأسف لقطع المصدر. جننتونا، مش كده؟ مفيش كده، مفيش مباراة كده. ولكن يعني انا بصراحة، يعني انا اللي يهمني منتخب. خلاص كسب المنتخب والحمد لله، صعد اول المجموعة ب9 نقط وبعدين غينيا، فقشطة، مفيش مشكلة. ولكن انا يعني انا كان يهمني ان انا اتفرج على المباراه كلها النهارده. انا والله العظيم زهقت النهارده من، يعني من سوء الجوده في افريقيا. والله العظيم يعني ما ليها اي لازمه خالص. اقسم بالله انا لو جبت موبايل احسن من كده، يعني هيصور، والله العظيم هيصور، وهيصور جوده احلى من كده. فانا بصراحه يعني انا النهارده شفت مباراه عجيبه جدا 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 جدا. ولكن اللي بسطني في المباراه النهارده هي احراز المنتخب الوطني 4 اهداف، و4 اهداف اقسم بالله احلى من بعض. بنشوف طارق حامد بيسدد تسديده من بره، تسديده طبعا صاروخيه، مدفع رمضان بمعنى الكلمه، تسكن شباك الحارس عمرو مرموش. والهدف الثالث محمد صلاح، وطبعا الهدف الرابع احمد سيد زيزو. ولكن والله العظيم سيبكم من الاهداف، احنا يعني والله العظيم انا جبت ملخص الاهداف وجبت كل حاجه من على اليوتيوب، وما استنيتش ان الماتش يخلص، لان دي فعلا مش مباراه. يعني دي مش مباراة فعلا، وشايف ان فعلا هتفضل هي قارة افريقيا، هتفضل والله العظيم عمرهم ما يتقدموا يعني كرويا، ولا يعرفوا حاجة عن كرة القدم. ولكن انا صعبان عليا القارة بتاعتي يعني مش كده.
واستحالة طبعًا إن في يوم من الأيام إن إحنا نسمع إن في كأس عالم هيتنظم في قارة أفريقيا. ده من المستحيل جدًا، جدًا، جدًا بسوء الأداء وبسوء جودة التصوير طبعًا في أفريقيا، ولكن قدّر الله ما شاء فعل. الحمد لله إن إحنا كسبنا و عبرنا إلى أول المجموعة. ولكن أنا برضه في حاجة غريبة برضه أقسم بالله النهارده، كانت في حاجة غريبة جدًا، جدًا. يعني أنا باناشد الأستاذ الزميل اللي كان بيصور. هو فعلًا هو مش عارف، هو شوية يجيب لنا واحدة بتشرب ما تعرف الأسوس ده والّا بتشرب تمر، ويجي بعد كده ت ي ي ي ي ي يجيب لك واحد برضه مش عارف بياكل إيه، بياكل جوافاية والّا بياكل بيضة والّا بياكل إيه. فأنت حتى برضه تحس برضه إن المصور يعني مش عارف، مش مراعي ظروف الناس اللي صايمة ولا مراعي ظروف اللعيبة. وطبعًا كان بيبقى في بريك كده بسيط كده في الملعب كده، تبُص تلاقي اللعيبة بتاع الملاوي كل واحد راح وهو واخد إزازة مشبرة كده ومنتخب الصايمين طبعًا ولا حول ولا قوة بيهم، مُجبرين على كده ومُجبرين يلعبوا. ولكن يعني أنا حتى شوف باقول لك يعني شوف العقل حتى بتاع المصور هو مش مركّز في المباراة قد ما هو مركّز مع الجماهير. وإن الجماهير يعني بصراحة اللي بياكل واللي بيشرب مش عارف، أنا مش حاسس إن دي جماهير جاية تشجّع كورة والّا جاية تساند المنتخب بتاعها. أنا حاسس إن هم يعني ترفيه وأكل وشرب وحتى يعني بنشوف حتى طبعًا المنتخب لمّا اللي هو بيدخل فيه جون و2 و3 ما بنشوفش طبعًا حماس طبعًا من الجمهور بتاعهم قد ما بنشوف إن هم بياكلوا ويشربوا وبتاع والكلام ده كلّه. وطبعًا منتخب الصايمين ربنا نصرهم النهارده وقدروا ان هم ياخدوا المباراه عشان يصعدوا اول المجموعه بفارق الاهداف، ويبقى عندهم في رصيدهم 9 نقط ويجي من بعدهم منتخب غينيا. قدر الله ما شاء فعل ويوصفني طبعا النهارده ان اطلع. يعني ما كنتش حابب طبعا ان انا انوه عن حاجه زي كده او اتكلم على قاره افريقيا عموما وسوء جوده التصوير في افريقيا. لازم طبعا الاتحاد الافريقي ياخد خطوه زي كده ونطور يا جماعه، نطور. يعني احنا خلاص بقينا في 2023، لازم نطور في احدث التقنيات في المباريات. وطبعا ولكن هي دي افريقيا وهو ده التصوير هناك. ولكن طبعا ارجع واقول لك يعني الحمد لله على المنتخب ان هو خد اللي عايزه من المباراه، والا وهم ال3 نقاط